السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هنعمل العيش البلدي. يلا نشوف الطريقه. المقادير معايا: نص كيلو دقيق قوي، نص كيلو دقيق يعني 4 كوبايات الا ربع، نص كوبايه رده ناعمه، معلقه كبيره سكر، ربع معلقه صغيره ملح. نقلبهم. عندك دقيق اسمر، الدقيق الاسمر هو الدقيق اللي هو كامل الحبه، اللي هو البلدي، اسمه دقيق بلدي كامل الحبه، وده بيبقى موجود دايما في الارياف، بيبقى متوافر طبعا. ليه الكامل الحبه يعني حبوب القمح بتبقى مطحونه كلها كامله، لكن الدقيق الابيض ده بيبقى عباره عن ان هما بيشيلوا اللي هو الكفر اللي بيبقى على حبايه القمح اللي هو لونه اصفر، اللي هو دلوقتي الرده هي الكفر اللي بيبقى موجود على حبايه القمح، وبعدين بياخدوا الابيض اللي جوه بيطحنوه، بيبقى دقيق ابيض اللي احنا بنستخدمه في كل المخبوزات. لو عندك دقيق اسمر يبقى تاخدي منه نص كيلو تشتغلي بيه حلو جدا، طبعا انا ما عنديش. لو ما عندكيش دقيق اسمر، في عطارين كتير بيبيعوا اللي هو حاجه اسمها جنين القمح. جنين القمح انا لقيته عند العطار، بس انا ما جبتوش لان ممكن ناس كتير ما تلاقيهوش، فقلت استخدم الرده، هيبقى متوافر عند الناس. جنين القمح لو في منه حطي منه حوالي يعني بتاع 3 معالق ل4 معالق كبار جنين القمح على نص كيلو دقيق. معلقه كبيره زيت، ونص كوبايه رده يعني 50 جرام رده، بقول بالجرام برضو. معايا كوباية مية دافية، هتبقى مبدئيا هو حوالي بنستخدم من كوباية ونص لكوبايتين الا ربع مية دافية. هحط فيها خميرة مكعب كبير، لو خميرة جافة هيبقى معلقة كبيرة مليانة خميرة جافة. ما ينفعش العيش البلدي يتعمل باللبن، والمقادير بتاعته سهلة جدا، ما نغيرش بس ايه فيها لان هي متوفرة اصلا. اضيف كوباية المية بالخميرة، وانا بعجن هزود مية طبعا لحد ما العجينة تلم معايا. العجينة تعجنيها على ايدك، لو انتي ما عندكيش ميكسر ما تعجنيهاش اقل من 10 دقايق، لازم تعجنيها كويس جدا علشان تعمل عرق. العيش ده لازم يكون فيه عرق كويس. وانا عامله العجينه طريه شويه، هو المفروض العيش البلدي بتبقى العجينه بتاعته متماسكه، بس انا كل انواع العيش وكل المخبوزات اللي انا بعملها زي ما انتوا طبعا بتتابعوا معايا دايما، بعمل دايما اقولك العجينه تكون طريه وتلزق في الايد شويه. انا بحب العجينه تكون لينه، لان كل ما بتبقى طريه كل ما العيش بيطلع طري اكتر وبيدينا نتيجه احسن. غطيتها وهسيبها تخمر في مكان دافي ويتضاعف حجمها، وان شاء الله هنزل تخمير، طريقة تخمير اي عجينة كالعادة على الفيديو. في اخر الفيديو هتلاقوها موجودة على الشاشة مع 3 وصفات كمان. لو تحبوا تشوفوا اي وصفة من الاربعة اضغطوا على المربع اللي على الشاشة، هتدخلوا على الوصفة على طول. بعد ما العجينة اختمرت اخرج الهواء منها. من الافضل تستخدمي الدقيق يكون دقيق قوي. الدقيق القوي بيبقى مكتوب على الكيس بتاعه دقيق مخبوزات وبيتزا. الدقيق ده هو بيبقى مناسب قوي للعيش، سواء البلدي او العيش الشامي، وان شاء الله باذن الله برضو هعمل العيش الشامي برضو باذن الله. لو عملته هتلاقوه موجود على الشاشة في اخر الفيديو تقدروا تشوفوه. الدقيق القوي اللي انا بعمل بيه الكرواسون بيبقى دقيق بيتزا ومخبوزات. رشيت تحتهم دقيق بس عشان ما يلزقوش لان العجينه طريه. هغطيهم بفوطه وهسيبهم بس يرتاحوا 10 دقايق عشان لما نيجي نفرد ما نلاقيش العجينه ترجع تلم معانا. تمام. وان شاء الله لما نيجي نفرد هنرجع نبتدي هنفرد من اول كوره كورناها، لان دي بتبقى اخدت وقت اكتر في انها ترتاح قبل كل الكور التانية. خلطه دقيق على رده،
رشه دقيق على رده، حطوهم مع بعض. وهبتدي باول كوره، سبتها ترتاح زي ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا عايزاها خفيفه قوي، سمكها رفيع ولا تقيل، لانك لو عملتيها رفيع قوي هيبقى العيش هيطلع مجلد. تمام. لو عملناها تخين قوي مش هيبقى حلو، هيبقى فيه لبادة كتير من جواه. شايفين سمكه اهو بالسمك كده. هحطها على ورقة مطبخ، لو ما عندكش ورق مطبخ حطيها على ورق كراسة بس يكون نظيف، عشان انا ما بحبش الرغيف، ما بحبش لان طبعا هسيبهم يخمروا. بعد ما بيخمر ما بحبش ان انا اقوم شايله. طبعا كمان يعني انت ممكن تفرشي مثلا قماشه نظيفه وتحطيهم كلهم عليها. انا عملت كده قبل كده، بس لما جيت اشيلها شلتها على ايدي كانت خمرانه. حسيت ان وهي كانت خمرانه واسفنجيه كده، حسيت ان هي هبطت على ايدي، فعشان كده ما كنتش بعمل كده. تمام. طبعا انا ما بشتغلش في المطبخ النهارده، لان المطبخ الجيران عمالين بيعملوا شويه تصليحات فعاملين دوشه، فمش هعرف اصور. فانتي طبعا لو عندك رخامه بتاعه المطبخ حطيهم جنب بعض على الرخامه، يعني تحطي الحاجه، كل رغيف تعمليه تحطيه على الرخامه، وفي الاخر تغطيهم بفوطه تكون نظيفه وتسيبيهم لحد ما يخمروا. تمام. حطيتهم كلهم على صينيه كبيره وهغطيهم واسيبهم لحد ما يخمروا ويتضاعف حجمهم نص ساعة او اكتر، بس الجو برد ممكن اسيبهم اكتر من كده. اول حاجة معايا طاسة حطها على النار لحد ما تسخن خالص، ما تحطيش فيها زيت ولا اي حاجة. وهنا انا حاطة الطوق بتاع صينية التشيز كيك، وحط عليه الشبكة بتاعة الفراخ. لو ما عندكيش الشبكة بتاعة الفراخ هاتي الشبكة بتاعة الفرن، اغسليها كويس وحطيها واشتغلي بيها. هجيب الرغيف وانزله هنا. اول ما تلاقيه عمل فقاقيع هنقلبه على الوش التاني على طول، ما تسيبيهوش لحد ما يستوي. المناديل دي سيبيها تنشف شويه لانها بتبقى مبلوله، واستخدميها عادي مفيش مشكله. هقلبها على الوش التاني. عايزين بس نسد المسام بتاعه العجين. العيش ده قعد يخمر حوالي ساعتين على الوقت، الجو برد قوي واخد وقت لحد ما خمر. دي الطريقه الهندي، دي الطريقه الهندي بيعملوا بيها عيش اسمه خبز البراتان، هبقى اعمله لكم ان شاء الله. اهم حاجه بس ما تتقطعش منك. اعلي بقى هنا، لازم اعلي النار هنا عشان تعلى معايا، وخلي بالك ما بياخدش وقت عشان ما يتحرقش منك. لو اهم حاجه ما يتفتحش من الجنب، لانه لو اتفتح ممكن برضو لو اتفتح مثلا، لو مثلا هو اتفتح من هنا مش هيعلى، لازم يعلى عشان الهواء يدخله وينفخه. فتقومي انت جايه على المكان المفتوح وتقومي ضغطه عليه عشان تسدي المكان المفتوح، هتلاقيه تقب معاكي من الناحيه التانية وهيبقى زي الفل، مش مشكله. اهو هي النار مش عليه اهو، شايفين؟ عالي 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 عالي. اول ما يعمل نقلبه على طول. اوبس. خلاص استوى معانا اهو، شيله. وانتي بتسوي هنا تحطي هنا، يعني من هنا لهنا على طول، واللي تشيليه تغطيه، يعني او العيش لما يستوي تشيليه تحطيه وتغطيه. بالنسبه للفرن، انا للاسف الشوايه عندي ما بتشتغلش مع الفرن، فطبعا اللي عنده الفرن من تحت بيشتغل مع الشوايه، يشغل الشوايه ويشغل من تحت على اعلى درجه، هتلاقيه يرتفع على طول او بدا يعلى في الفرن اهو. في الفرن تقدري تحطي اكتر من واحده
بس هي المشكله عندي الشوايه ما بتشتغلش مع الفرن من تحت. طبعا انت بتقفلي الفرن، بس انا فاتحاه علشان خاطر بس اعرف اصور. اهو ابتدى يعلى اهو. لو الشوايه شغاله من فوق كان زمانه عالي بدري على طول. قفلت من تحت وشغلت شوايه من فوق اهو، بيقب معانا اهو، احمر اهو. هشيله. نفتح الرغيف اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين من جوه عامل ازاي؟ يعني البتاع خمر كويس جدا لدرجه ان اللباده بتاعته شايفين عامله ازاي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وان شاء الله باذن الله هبقى اعمل العيش الشامي باذن الله. وان شاء الله هنزل المقادير مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهده المقادير. اضغطي على الرابط هيدخلك على البلوجر، هتلاقي المقادير مكتوبه ومشروحه بالصور وكتابه. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.